تفتكر لو حلمنا في تحقيق حياة كريمة في كل قرى مصر اتحقق ممكن تبقى عاملة ازاي؟ النهارده احنا رايحين على فين؟ شرقية. وأول مرة كل إنسانا يعمل مشروع في محافظة من المحافظات. بإذن الله بإذن الله هدفنا ونيتنا إن احنا ندخل ونحط بصمتنا في كل محافظة من المحافظات. وسطهم هيلاقيني ناس بتعليني اللي شال اسم مصر وجه في المعاد ماسكين في حبل المودة اللي مدينه تاريخ قديم حكيله عمر متقاسمينه واللي جاي في حياتنا يحكيه اللي فات انا من الناس بتطمن اللي عايزني يجيلي وسطهم هيلاقيني ناس بتعليني بلدك دي تشيلها في قلبك. وبعدين لما رجع بقى عمل مركز فين؟ فين في مصر؟ في أسوان. ليه عمل في أسوان؟ عشان الناس اللي عندها مرض في القلب محتاجة هوا نضيف وجو نضيف قوي، فاختار أسوان مع إن بلده الشرقية. فكان ممكن الناس تقول يعني ما عملش في الشرقية ليه؟ لا، هو فكر إن بلده الكبيرة مصر هيعمل في احسن مكان يخدم الناس اللي عيان، فعمل المركز في اسوان وبقى بيساعد اهل مصر بس بيساعد الكل حتى اللي من افريقيا. فمش بس ان انت تساعد، النهارده هنركب معاهم كبسوله وننزل في محافظه الشرقيه. تفتكروا مين الشخص الناجح اللي اتولد في محافظه الشرقيه اللي اتكتب عنه قصه هنا في الكتاب وسعاده قابلته؟ لو كان بس دكتور عظيم كان رجع تاني يعمل عمليات بعد ما وقف عمليات سنة 2000، يعني هو كان وقف شغل بطل يشتغل شوية وبعدين رجع تاني يشتغل في مركز هو بناه في أسوان. نادى بسما مصر وقال سعادة مصر في نجاح ولادنا، في نجاح مليان، وفي نجاح لازم، وفي نجاح محمد ونجاح عبد الرحمن. سعادة مصر في نجاح حبيبة وفي نجاح منا وفي نجاح كل واحدة فيكم وكل واللي جاي في حياتنا يحكيه اللي فات. هي مش فكرة الدرع، هي فكرة ان احنا بنشوف كده ربنا باعت لنا حاجة وبيقول لنا بصوا انتوا بتعملوا حاجة. احنا جينا النهارده كده واخدنا درع باذن الله يكون ده البداية وناخد مع بعض دروع كتير هنا.